Assalamu alaikum. I'm glad to be present with you and to present my country, Morocco. So let me speak in my native language, Arabic, but the presentation will be displayed in English. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أيها السيدات والسادة الحضور الكرام، كل باسمه وصفته. بداية أشكر غرفة التجارة الآسيوية والعربية على الاستضافة لهذا اللقاء، وأشكر من رشحني لهذه الجائزة. الشكر جزيلا لكم. اسمحوا لي أن أمر إلى العرض وسيكون عبر الشاشة. إذن آتي من المغرب للمملكة المغربية، وهي متواجدة في شمال إفريقيا قريبة من أوروبا، 15 كيلومتر على أوروبا، وموقعها الجغرافي متواجد على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يجعل منها أول وسيط تجاري بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، وكذلك بين آسيا والقارة الإفريقية. فهذا التنوع تنوع أيضا في الثقافة وفي المجتمع والموقع الجغرافي جعل من المغرب في دينامية كبيرة، مما جعله يفكر في دينامية أيضا في الإنعاش العقاري. فآنذاك المغفور له الحسن الثاني وصاحب جلالة محمد السادس أعطوا رعاية سامية من أجل دعم السكن الاجتماعي عبر دعم المقتنين ب20% من ثمن السكن، ودعم المنعشين العقاريين بميزات ضريبية جد مهمة. إذن مجموعتنا هي مجموعة ويغو تشتغل في عدة مجالات. على سبيل المثال لا الحصر، نشتغل في قطاع الاتصالات، نشتغل في قطاع المال، ولكن كنا دائما نقول أننا لا نعطي قيمة مضافة كبيرة للبلد. فمن هنا أتت الفكرة أننا نشتغل في قطاع العقار، ولكن بمفاهيم جديدة في السكن الفردي. إذا عندنا مجموعة من السكن الفردي، سنتحدث عن 3 أو 4، وتبدأ من 500,000 دولار نزولا إلى 25,000 دولار. سنتحدث عن المنتوج اللي هو حديث اليوم، منتوج 25,000 دولار اللي هو منتوج اجتماعي. إذا هذه الفيلا ب 500,000 دولار، الفيلا 129,000 دولار، الفيلا 69,000 دولار. وعندنا مفهوم جديد للسكن الاجتماعي هو حديث اليوم. جاءت الفكرة الحقيقة من حضور مأدبة عند أحد مستخدمين في الدار البيضاء، فرأيت السكن الاجتماعي هذا التقليدي المتواجد في عدة مدن. فلما حضرت أحد الشقق كانت بالنسبة لي كارثة. فمن هنا كانت التفكير في الدخول إلى عالم عقار بمفاهيم جديدة. فأنشأنا مجموعة عقار الشرق، وكانت البديل عن السكن التقليدي الذي فيه كثافة سكانية كبيرة وفيه انعدام الجودة. فكان البديل أننا أنشأنا ميني فيلا للسكن الاجتماعي ب 25,000 دولار، فيها 3 غرف وفيها مرافق وفيها مساحة خضراء، جعلت من هذا المنتوج يحظى باهتمام كبير من طرف المغاربة جميعا، ومن طرف حتى الأفارقة الذين حضروا معنا في المعرض الدولي للعقار في مدينة الدار البيضاء. فأخذنا بهذا المنتوج جائزة السكن الاجتماعي. كانت هذه تهنئة من الوزيرة. هذه مجموعة من الهدايا بالنسبة لهذا المنتوج. حقا هذا المنتوج كان عبارة
عن نقطة تحول في مجموعتنا لتكون مجموعتنا مجموعة مواطنة. إذا أؤكد على أننا شرنا أن تكون مجموعة مواطنة من أجل المضي قدما في هذا الشأن، أي من أجل المواطنة. فقد أنشأنا مؤسسة خيرية بجانب هذه المشاريع الاجتماعية. المؤسسة الخيرية فكلما أنشأنا مشروع كبير فيه السكن الاجتماعي ننشئ بجانبه مستشفيات مجانية، وهي مستشفيات نهارية. على سبيل المثال هذه الصورة. وكذلك ننشئ بيوت أو دور للأيتام نستقبل فيها الأيتام من الولادة إلى سن الرشد. بالطبع مؤسستنا الخيرية تشتغل مع مجموعة من المؤسسات الدولية الأمريكية والأوروبية. فكنتواجدوا في المغرب الآن في عدة مدن. بدأنا من مدينتي الأصلية هي وجدة متواجدة على الحدود مع الجزائر. الآن نشتغل في 4 مدن أخرى اللي هي طنجة، الرباط، الدار البيضاء ومراكش. ولكن كان الاشتغال في جنة الاستثمار في إفريقيا. أقول وأؤكد جنة الاستثمار في إفريقيا وليس المغرب فقط، إنها مدينة الداخلة. هذه المدينة تزخر بمقومات كبيرة. أستغل فرصة وجود نساء ورجال أعمال وشخصيات مهمة لأدعوكم إلى المغرب، لأدعوكم إلى الاستثمار في هذا الإقليم لما يزخر من عدة مقومات للنجاح. أولها المحيط، الخليج، الصحراء، الرمال، الجو المعتدل، الثروات الطبيعية الزاخرة، لا من الفلاحة ولا من البحر ولا من ثروات البحر. وما يتوج هذا كله فهو الرعاية السامية لإطلاق مشاريع كبرى في هذا الإقليم. فمرحبا بكم في المغرب ومرحبا بكم في إقليم الداخلة. شكرا لكم. ثانك يو. شكرا.